فد يوم صارت حادثة في مجلس الخليفة الثاني، رجل متزوج نساء 2 ولدا في لحظة واحدة، ولدا في يوم واحد، فوحدة ولدت بنت والأخرى ولدت ولد. يظهر أن هذه صاحبة البنت عندها بنات كثيرة، تألمتها، استبدلت الولد بالبنت، فاحتكما إلى الخليفة. قال الخليفة لمن كان حوله من الصحابة: ما رأيكم؟ حاول، قرر هذه وقرر هذه، كل أصرت على أن الولد لها والبنت لغيرها. حاول، سألهن البينة، هذا الرجل ما عنده، لا هذه عندها بينة ولا هذه عندها بينة. سأل الصحابة، قالوا له الأمر عويص. قالهم: من ترون لها؟ قالوا: أنت لها يا أمير المؤمنين. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إنكم تعرفون أين المخرج. قالوا: وماذا تعني؟ لعلك تعني ابن أبي طالب. قال: بلى. قالوا: أرسل خلفه. قال: لا، إن له مكانة من هاشم وإثرة من نسب وشمخة من علم، يؤتى لها ولا يأتي، قوموا بنا إليه. فأقبل ومعه لفيف من الصحابة. سأل عن الإمام علي، قيل له إنه في بستان له يتركل على مشحاته. أقبلوا إليه وجدوه على تلك الهيئة، سلموا عليه، ثم طرح عليه الخليفة الثاني المسألة. قال: الحالة هكذا، نساء 2 ولدنا في لحظة واحدة، كل تدعي لها الولد والأخرى تقول الولد لي. قال الإمام سلام الله عليه: ابعث لي على ميزان من الصيارفة. جابوا له ميزان دقيق جدا يوزن به الذهب، وجابوا إناءين متساويين في الحجم. أمر إحداهما أن تحتلب بهذا الأناء، والثانية أن تحتلب بالأناء الآخر، ثم وزن اللبنين، فرجح أحد اللبنين على الآخر، فالتفت إلى ذات اللبن الراجح قال: خذ الولد، والتفت إلى ذات اللبن الأخف قال: خذ البنت، ثم قال: إن مرت عليك مسألة من هذا فهذا حلها. فالتفت إليه الخليفة الثاني قال: أما والله إن الحق أرادك، ولكن قومك أبوا عليك ذلك. قال: هون عليك أبا حفص، إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا.